تعرف إن 90% من ضياع وقتك ومجهودك بسبب كلمتين بس؟ أيوة وحاضر. النهاردة هتكتشف الخدعة النفسية اللي هتخلي أي حد يقبل رفضك. جملة واحدة سحرية هتخلصك من كل الطلبات المفروضة عليك. وليه اللي بيعرف يقول لأ الناس بتحترمه أكتر، وكل ده من غير ما نخسر حد. السلام عليكم. موظف بيشتغل شغل إضافي وهو تعبان. بنت بتروح تحضر فرح أو حفلة وهي مش عايزة تروح. واحد سلف صاحبه للمرة العاشرة. كلنا طبعا عارفين الشعور البايخ ده لما بتوافق تعمل حاجة وانت مش عايز تعملها عشان بس ما تبانش قليل الذوق أو ما تخسرش حد، أو ببساطة عشان مش عارف ترفض. دلوقتي هقولك على خدعة الرفض الذكي. واحد بيقول لصاحبه سلفني 5000 جنيه وهردهم لك بكرة. صاحبه رد عليه رد ذكي وقال له والله نفسي أساعدك، لكن ظروفي حاليا مش مساعدة، بس إن شاء الله لما ظروفي تتيسر هكلمك على طول. تحليل الموقف هنا: كلمة لكن أو كلمة بس كلمة اللي فصلت المشاعر عن القرار، وكلمة لو اتيسرت بتدي أمل ناعم لكن بدون التزام. تاني حاجة الجملة السحرية للرد: هفكر في الموضوع وارجع لك بالإجابة. الجملة دي اديتك مساحة انك تاخد وقت تفكر، وكمان بتخليك تكسب احترام الطرف التاني، وبتبعد عنك الضغط اللحظي. ليه لأ؟ بتخلي الناس تحترمك. اللي بيوافق دايما على طول مشغول وعلى طول مرهق والناس مش مقدرة وقته، لكن اللي عنده حدود بيكون واضح وبيقول لأ بثقة وبيجبر الناس ان هي تحترمه. كان ليا واحد صاحبي دايما بيقول ايوه وحاضر، سلف فلوس وما بيرجعش يطالب، شغل فوق طاقته، حفلات وافراح بيروحها وهو مش عايز يروح، والنتيجة ضيع 35,000 جنيه في سنة. وطبعا اتبهدل في الشغل، ده غير ان دايما بقى عنده نوبة ارهاق شديد. بس لما اتعلم يقول لأ بدأ يركز، نظم وقته، وبدأ يحط نفسه في الأولوية، ورجع له احترامه قدام الناس وقدام نفسه. في النهاية عايزك تفتكر الحلول الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم: خدعة الرفض الذكي، الجملة السحرية، وإنك لما بتقول لأ بتكسب احترام الناس. تحدي النهاردة: جرب تقول لأ على حاجة واحدة بس عارف إن هي مش بتخدمك، واكتب لي في الكومنتات إيه آخر موقف ندمت عليه عشان معرفتش ترفض وقلت عليه أيوة أو حاضر. أنا مستني أسمع حكايتك. سلام.